يعني تعليقات وكمان رسائل في الانستا عن مدارس البنات اذا مفتوحة ولا لا. برجع لجروب العائلة. اوكي بنات، طالعة الحين مع اختي بنروح نجيب لي شريحة اخيرا. للي ما يعرفوا، من بداية شهر رمضان لما سرق جوالي صورت فيديو وانا اقول لكم على السالفة. اللي ما شافوه تقدروا تشوفوه، موجود على القناة، حسب لكم الرابط في صندوق الوصف. المهم من وقتها وانا ما عندي رقم وما عندي واتس ولا اي حاجة. فرحت مرة خلال شهر رمضان نجيب لي شريحة، وكان زحمة مو طبيعية وما دخلونا أساسا، قالوا إنه زحمة، ولما هذول اللي داخل يخلصوا حيكون خلاص تأخر الوقت وخلص وقت دوامنا. فاليوم رايحة فرع ثاني وطلع أبكر عشان ألحق، إن شاء الله ألحق من جد لأنه طفشت. أبغى واتس، أبغى رقم، شو اسمه، أبغى أشوف ليش قاعدين يتكلموا، عن إيش قاعد يتكلموا في جروب العائلة، والصور اللي يرسلوها زي كذا. فإن شاء الله إني اليوم أقدر أخذ الشريحة، بس خليني أصور وأخذكم معايا. أوكي رجعت، ما قدرت أصور لكم هناك لأنه كان زحمة مو طبيعية، بس الحمد لله طابور البنات ما كان يعني مرة كثير، ما كان طويل، فأخذت الشريحة. وأخيرا كنت مرة شايلة هم إنه يصير معي زي ما صار في رمضان، وإني ما ألحق يكون زحمة وما يدخلوني، بس قدرت أخذ الحمد لله. قاعدة أحمل واتس وتليجرام، برجع لجروب العائلة أبغى أشوف عن إيش يسولفوا. المهم تخيلوا العيد خلص حرفيا وهذول لسه باقين عندي، باقي 2 من التوزيعات، وأنا مرة زعلانة إني ما قدرت أعطيهم أحد في أيام العيد الأولى أول 3 أيام. فقررت إني أعطيهم لجيراننا، في 2 ولدين ما شاء الله تبارك الله، كنت أكيد أحجامهم صغير أعمارهم كذا 2 3 ل5 سنوات، بس ما قاعد أصادفهم أبدا، ما قاعد أشوفهم. قلت لشاهد أختي إنه أنت تنزلين تحت كذا تروحين البقالة وكذا، أي وقت تشوفيهم تعالي على طول فوق، هم في الدور اللي تحتنا، تعالي دق الباب على طول بعطيك أعطيهم، لأنه يعني من العيد اللي الحين هذا بيخمج عندي. فإن شاء الله إنه اليوم تشوفهم، إذا ما صادفتهم تحت بقول دق الباب. دق الباب قولي أبغى البذور هذوليك وأعطيهم إياه. المهم الحين قاعدة أشرب شاي بالحليب، وجبت لي من شوكولاتة العيد اللي من أول يوم عيد قاعدة أقول أبغى أجربه، بس مرة ما قاعد أنسى كل شوية، ما قاعد تجيني فرصة. شاي بالحليب، ما أدري ليه في ناس مرة مستغربة إنه أنا أشربه يوميا، زي ما في ناس مدمنة قهوة وشاي ويشربونه حتى أكثر من مرة في اليوم، أنا زي كذا مع الشاي بالحليب، عاد ما يكتمل يومي إلا وأنا شاربة كاسة على الأقل. فبشرب ده وباكل من شوكولاتة العيد، بعدين ما أدري إيش حسوي، بس إنه حصور لكم أي شيء إن شاء الله. يضحك عشان لا ننتبه. مين قاعد يدرس هنا يارا؟ سوي هاي، لا طالعي كمان وي. اوكي، طبعا على سيرة المدارس جتني تعليقات وكمان رسائل في الانستا عن مدارس البنات اذا مفتوحة ولا لا. طبعا يا ابتدائي فاكيد تروح المدرسة، بس المتوسط والثانوي والجامعات للحين مقفلة. جات اسئلة عشان كذا انا رديت عليهم، بس برضو قلت يمكن في ناس ثانية في بالهم السؤال، فقلت اجاوب. يعني تقريبا 2.5 سنين مدارسنا للحين مقفلة، يعني ما انفتحت الحين. إذا فتحوا المدارس ورجعنا للدراسة أكيد حعلمكم، يعني هنا في اليوتيوب في الإنستا كمان، ما راح أسيبكم بدون خبر. أنا خلاص نسوي ميكس كذا وكذا، بس أنا هذه السنة راح أصلي العيد مع أهل ماما، ونسوي فعاليات ونجيب لنا حلويات وأشياء وكل شيء، ونوزع. أنا كنت مخططة على ميك اب بعدين. شوفوا بنات ما شاء الله تبارك الله، من أول يوم عيد أجواء عندنا ربيعية، أمطار طول اليوم، حرفيا طول اليوم. يعني قد تمطر كذا من الظهر للعصر، يوقف ويرجع يمطر كذا، يوقف كم ساعة وترجع تمطر مرة ثانية. ما شاء الله أمطار خير وبركة يا رب.
الجو برا هدوء، حتى صوت الموية صوت المطر ما في، مع إنه قد تمطر كثير ما شاء الله، بس أنا ما دريت إنه قد تمطر إلا يوم مرت سيارات كذا سمعت صوت الموية قلت يوه في مطر. ما شاء الله والجو بارد.